يلا geh. Ja, Schule. Ja. Ja, das ist die Eingang. Das ist die Eingang. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم أنني نشارك معكم إن شاء الله كل حاجة، إن شاء الله كل شيء خطوة بخطوة إن شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنشكركم من القلب الخالص كاع اللي كيخلي التعاليق اللي بالدعوات ديالكم التعاليق الزوينه. كنشكركم بزاف لان الصراحه ملي كنقراها كتفرحني بزاف، وكنتمنى لاي واحد اللي بغى يخطي هذه الخطوه هذه ان شاء الله ييسر امره والله يهدي لينا وليداتنا. نشارك معكم المدرسه اللي دخلت ليها ولدي. انا استقريت في مدينه ديال اكادير اللي تزاديت فيها وكبرت فيها، وحتى الزوج ديالي من اكادير، يعني عارفه اكادير، كنعرفها فين نمشي فين نجي. المدينه الوحيده في المغرب اللي كنعرف فين نمشي وفين نجي وكل شيء هي مدينه اكادير. الحمد لله والشكر لله. لقيت المدرسه اللي هي سمارت سكول، ما نصحني بها الصراحه حتى شي واحد، وانما مكتبه. كنت خارجه وهكا تبانت ليا ودخلت عندهم، لقيتهم ناس محترمين، ناس اللي متفاهمين متعاونين. درتها في يد الله وقيدت ولدي فيها. المدرسه اللي هي كتقري الفرنسيه، العربيه، الانجليزيه. والحاجه اللي عجبتني بزاف انهم كيقدموا الدعم للوليدات مثلا اللي هما ما عندهمش. قلت لهم انا ولدي ما عندوش اللغه العربيه، ما عندوش نهائيا الفرنسيه. قالوا لي ما كاين حتى شي مشكل، حنا كنقدموا الدعم الوليدات اللي هكا دخلوا جدادين وما عارفينش. وحنا ديجا عندنا تجارب مع وليدات بحال هكا، وعندنا وليدات هنايا اللي لا الاب ديالهم عربي يعني لا فرنسي، يعني كاينين وليدات اللي اجانب معاهم في هذه المدرسه هذه. شجعوني الصراحه ملي قالوا لي كاينين بحال هاد الوليدات، وديجا عندنا وليدات من المانيا دازوا عندنا والحمد لله تفوقوا وما لقاوش شي مشكله. نصحكم به الواحد اللي بغى يجيب وليداته يجيبهم صغارين شويه، ما يجيبهمش حتى يكونوا متقاربين مع داك يا السادس مثلا التاسعه، كاع فين ما كيكون الموحد تحاولوا انكم تكونوا تجيبوهم في اقسام، يعني السنه الثانيه الثالثه مزيانه. المهم البنات قلت كما قلت لكم، قالوا لي مزيان السن ديالو راه مزيان وما تخافي حتى شي حاجه، وان شاء الله هيتاقلم وهيتعلم. وحنايا هنديروا ليه الدعم مجانا من عندنا. الوثائق اللي كيطلبوا هي شهاده مدرسيه، النتيجه ديال اخر نتيجه ديال الدري الا كان في المدرسه، وورقه الخلق، عقد الازدياد. هذاك خصو يكون مترجم الا ما عندكمش الحاله المدنيه. الا عندكم الحاله المدنيه مغربيه هتعطيوهم شهاده الخلق ولا عقد الازدياد ديال من الحاله المدنيه. الا ما عندكمش كترجموا هذاك الالماني الا كان عندكم غير الالماني. المهم ومن بعد النتيجه حتى هي لا عفوا الشهاده المدرسيه حتى هي كتحتاج انها تترجم اللغه الفرنسيه. هادو هما الوثائق اللي طلبوا مني. الحمد لله انا كنت جبت ديجا شهاده مدرسيه معايا، وكنت جبت معايا عقد الازدياد ديالو، وكنت جبت معايا النتيجه. هادو هما 3 ديال الوريقات اللي كتحتاجي باش تسجلي وليداتك في المدرسه هنايا. كنتمنى انني نكون جاوبتكم ولا عطيتكم واحد الفكره على المدرسه. ان شاء الله انا نشارك معكم كاع المواد اللي هما كيكونوا عندهم في المدرسه، انهم كيقراو كما قلت لكم فرنسيه، العربيه، الانجليزيه. هو الفرنسيه شويه طاغيه، وانما حتى الانجليزيه. وما شاء الله وليداتنا، انا دابا ولدي راه كيعرف الانجليزيه قبل ما يدخل ديجا المدرسه.
وكما كتعرفوا دابا في المانيا راه ولا الانجليزيه حتى القسم الثالث، يعني يلاه هو كان هيبداها، وانما الحمد لله هو راه عنده شويه ديال الانجليزيه مع هاد لي فيديو اللي كيتفرجوا هادو، ولا كل شيء كيتفرج بالانجليزيه، يعني هو عنده الانجليزيه كيقدر يفهم، تهضري معاه يهضر معاك بالانجليزيه ما عنده حتى شي مشكل. وهاد المدرسه هذه حتى هي راه فيها الانجليزيه والفرنسيه، ولان الاكثريه كما قلت لكم فرنسيه، مثلا الرياضيات كيقراو بالفرنسيه، الطبيعيات كيقراوها بالفرنسيه، وعندهم اللغه الفرنسيه، عندهم الاسلاميات، وعندهم اللغه العربيه، وكاع باقي المواد. نتمنى انني نكون قدرت نجاوبكم على الاسئله اللي طرحتوا لي على المدرسه، وانا راه معكم دقه دقه ان شاء الله حتى نوصلوا للمبتغى ديالنا. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعاليق ديالكم وكاع التعاليق الايجابيه ديالكم، كنشكركم بزاف، وحتى الفيديو اخر باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.